كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الشاب اللي عزيز عليه شي حاجه سميتها التريب وتسلق الجبال واللي سميتو ارون. واحد النهار هو في منطقه صحراويه فيها غير جبال وخلا كيدير الرياضه اللي كيعشق وهو مستمتع بالوقت ديالو. بانوا ليه جوج بنات وباين انهم كانوا تالفين على الطريق. مشى لعندهم وسولهم واش يقدر يساعدهم وبالفعل وراهم الطريق وقرر يكمل معاهم وفي نفس الوقت يوجههم الطريق اللي خاصهم يدوزوا منها. وقال لهم باللي هاد الطريق بعيده وكاينه طريق مختصره وسط الجبال وفيها مناظر زوينه ورائعه وغادي تعجبكم بزاف، وضمن لهم بانهم غادي يستمتعوا بزاف بهذه الرحله. شدوا الطريق بثلاثه بيهم وهما غاديين وصلوا لواحد البلاصه اللي فيها منحدر خطير والمسالك كانت ضيقه. ارون مشى هو الاول ومن بعد تبعوه بجوج وهما وسط الفج. ارون طاح لتحت، البنات تخلعوا بزاف وسحاب لهم صافي غادي يكون مات. فجاه بقى كيعيط عليهم من التحت وقال لهم تلاحوا راه كاين غير الماء وما غادي يوقع لكم والو. ومن خلال هذا الشيء غادي نعرفوا باللي ارون عارف المنطقه مزيان، داكشي علاش تلاح في الاول. نقزات البنت الاولى ومن بعد تبعتها الثانيه ولقاو حوض كبير عامر بالماء وبقاو مستمتعين بالوقت ديالهم وكيبانوا فرحانين وعجبهم الحال. من بعد كملوا الطريق ديالهم والبنات خاصهم يرجعوا لديورهم، وقبل ما يتفارقوا داروا صورة سيلفي مع بعضياتهم وسولهم ارون واش ممكن يتلاقاو مره اخرى ولا هذه هي اخر فرصه. وحده فيهم قالت له باللي كاين حفل غدا بالليل وعرضات عليه باش يحضر معاهم. من بعد ارون ودعهم وكمل طريقه وسط الجبال وهو فرحان ومستمتع بهذه الرحله. ولكن المسالك في هذه المنطقه خطيره وضيقه بزاف، وبينما ارون كينزل بين جوج جبال ضيقين تشبت بواحد الصخره. فجاه الصخره زلقات وجات طايحه وارون حتى هو طايح معاها. الصخره شدات له يدو اليمنيه مع الجبل ولحسن الحظ ما تصابش اصابه خطيره، ولكن يدو بقات حاصله وما قدرش يخرجها من تما. بقى كيحاول بكل القوه ديالو باش يخرجها ولكن والو بلا فايده. ملي عرف انه مستحيل يخرجها بقى كيغوت بما فيه من جهد على دوك البنات اللي كانوا معاه ربما يسمعوه ويجيو يساعدوه. ولكن للاسف البلاصه ضيقه ومعزوله ومن سابع المستحيلات انهم يسمعوه ولا شي واحد يعرف حتى بالوجود ديالو في هذه المنطقه اللي خاليه. من بعد شويه ديال الوقت فتح الساكادو ديالو وخرج داكشي كامل اللي كان عنده وبقى كيفكر انه خاص يخرج من تما باي وسيله، حيت عارف ممكن حتى واحد ما يجي لهذه المنطقه واخا دوز اسابيع وشهور. من بين المعدات اللي كانت عنده موس صغير جبدو بقى كيحاول يهرس به الجنب ديال الصخره، ولكن كانت قاصحه بزاف وداك الموس ما قدر ياثر عليها في والو. وزيد عليها انه كيستعمل يدو اليسريه واللي ما خلاتوش يتحكم في الموس مزيان. وبالرغم من هذا الشيء كامل ما فقدش الامل وبقى مقاتل باش يفك راسو من هذا المأزق. واللي زاد ازم الموقف هو الموس زلق وطاح للارض وما عندوش دابا كيفاش يدير يوصل ليه. بان ليه واحد العود يابس حداه وفكر فكره ذكيه وقدر يجبدو. وعاود المحاوله من جديد ولكن بلا نتيجه، حيت الصخره كانت قاصحه بزاف لدرجه المسحفه وما بقى نافع في والو. طاح الليل ودازو ساعات وارون مازال حاصل حار وما بقاش عارف كيفاش يدير باش يخرج من تما. ومع ذلك بقى كيجرب جميع الطرق باش يحرر يدو. طلع الصباح وحتى حاجه ما تبدلات، وجاتو لحظه ادراك انه صعيب بزاف باش يخرج من هذه الورطه. شعل الكاميرا ديالو وبقى كيصور راسو كيحكي على الوضع اللي هو فيه وباللي داز 25 ساعه وهو على هذا الحال، وبان حتى واحد ما عارف فين كاين حاليا حيت ما قالها حتى واحد قبل ما يخرج في هذه الرحله. واللي أزم الموقف هو ما عندوش الماكله اللي تكفيه، والماء يلا عنده تقريبا 500 مليلتر. وهو كيسجل الفيديو سمع شي صوت الفوق وبقى كيغوت ويطلب النجده على ما فيه من جهد، ولكن بدون نتيجه حيت اصلا ما كاين حتى واحد الفوق وغير تهيأ ليه. من بعد ساعات جا الليل عاوتاني وارون جاه الجوع، بدا كياكل في داكشي اللي بقى ليه وتفكر باللي كان معروض في هذه الليله الحفله عنده بجوج بنات، وكيقول في خاطره باللي كانت غادي تكون سهره زوينه. وبدا كيتخيل الاجواء في داك الحفل وكيتفكر نهار خرج من الدار باش يجي لهذه الرحله وما بغاش يجاوب ماما اللي كانت كتصوني، وندم حيت على الاقل كون جاوبها غادي تكون عارفه البلاصه اللي هو فيها دابا ويتم الانقاذ ديالو. نهار الاثنين وفي اليوم الثالث صاوب نظام رفع بسيط وربط الحبال بالصخره وبقى كيحاول يهزها الفوق، ولكن بالرغم من المجهود الكبير اللي دار الصخره ما بغاش تحرك من بلاصتها. لما اللي كان عنده تسالى والقضيه بدات كتحماض حس بالعجز التام وبقى كيراقب الاشياء اللي دايره به. شاف نسر كيدور في السماء وهو عاجز على الحركه، وحتى بعض الحشرات بداو كيدوروا به. ارون قتلو الجوع والعطش واتاخذ اصعب قرار في حياته وقرر يقطع يده باش يقدر يخرج من تما. ربط يده مزيان باش ما ينزفش بزاف ديال الدم
وشد الموس وبدا كيقطع في يدو. ولسوء الحظ الموس حافي وما قدرش يقطع حتى الطبقه ديال الجلد، وحس بالندم حيت ما شراش ادوات احسن من هادشي اللي عنده. داز نهار اخر وارون جاه الحنين لعائلته والاصدقاء ديالو، وبقى كيتفكر الايام القديمه ديالو معاهم. فجاه السما ولات كلها مغيمه والشتا بدات كطيح بغزاره، وهذه هي الفرصه فين يشرب ويعمر القرعه اللي عنده بالماء. ولكن الشتا كانت كثيره بزاف والمجاري بداو كيكبوا الماء وسط الفج اللي هو حاصل فيه. المنسوب ديال الماء طلع وارون بدا كيغرق، وحيت الماء كينقص من الوزن ديال الاشياء ارون حاول يستغل هذا الشيء باش يحرك الصخره. بقى كيتقاتل معاها واخيرا قدر يحرك الصخره ويحرر يدو. طلع بالزربه من تما ومشى كيجري للطوموبيل ديالو، ركب وخرج من ديك البلاصه. ضرباته الفيقه وكان هذا الشيء كامل مجرد حلم. في الحقيقه ارون مازال حاصل في داك الجبل، بقى كيغوت على امل يسمعوا شي واحد، ومع مرور الايام بدا كيعاني من الهلوسه. اليوم هو النهار الخامس وارون حالته النفسيه والعقليه بقات كتغير، ولا كيهضر غير بوحدو، وبعض المرات كيبكي وكيضحك وكيعيش حوارات من خياله. وتخيل انه كون جاوب ماما في التليفون داك النهار وقال لها فين غادي، ولا قال لمول المحل اللي شرا من عنده المعدات على الوجهه ديالو، كان ممكن يبلغوا على الاختفاء ديالو ويجيو يقلبوا عليه وينقذوه. ارون فقد الامل في انه يخرج من هذا المكان حي، وهذا الشيء كامل اللي كان كيدير كان كيوثقوا بالكاميرا ديالو وهو كيسجل. قال ماما وباباه باللي كيبغيهم بزاف. وبكثرة الجوع والعطش الجسم ديالو نشف وفقد القوة الجسدية ديالو. شد الموس ومضاه من جديد وخشاه في يدو حتى وصل للعظم، وبقى كينزف بالدم وما قدرش يدير أكثر من هذا الشيء. داز نهار آخر وحالته ولات كتسوء أكثر من الأول. في اليوم السادس حس باللي النهاية ديالو قريبة وباللي ما غاديش يخرج من تما حي. كتب الاسم ديالو وتاريخ الازدياد وتاريخ الوفاة على داك الجبل، وبسبب الضعف والإنهاك اللي وصل ليه داه النعاس. ملي فاق في النهار الاخر بدا كيتخيل طفل صغير جالس على واحد الفوتوي وكان هو ولده المستقبلي، وتخيل راسو كيلعب معاه وكيضحكوا، وهذا الشيء اثر فيه بزاف وعطاه دفعه معنويه قويه، وقرر يحاول يحرر يده من جديد. بقى كيتقاتل حتى قدر يهرس يده وقطع اللحم بالموس اللي مضاه من قبل، وبعد معاناه كبيره قدر يحرر راسو من الصخره، واخيرا غادي يقدر يخرج من تما. وقبل ما يخرج دور على يدو بالحوايج وصور يدو اللي كانت مازال حاصله مع الصخره، وقدر يخرج من ديك المنطقه بصعوبه كبيره. شاف ضايا مازال مجمع فيها الماء ديال الشتاء وتلاح بقى كيشرب منها حيت داز اكثر من 6 ايام ما كلا ما شرب فيها. من بعد كمل طريقه وشاف الطيور كتحلق في السماء، ولأول مره حس باللي بحالهم وحس بقيمة الحرية. المنطقة اللي كان فيها صحراوية وكبيرة وقاحلة وما كان سهل أنه يخرج منها، ومع ذلك ما فقدش الأمل وبقى كيقاوم. فجأة بانوا ليه أشخاص جايين في اتجاه ديالو، عيط عليهم وجاو كيجريو لعنده. اتصلوا برجال الإنقاذ، ومن بعد مدة قصيرة جات هليكوبتر هزاتو في اتجاه المستشفى وتم الإنقاذ ديالو. من بعد كيبان لنا آرون في المشهد ويده مقطوعة ولكن صحته بخير، والرؤية اللي شاف فيها الطفل ديالو ولات حقيقة، حيت من بعد الحادثة ب3 سنين تلاقى مع واحد البنت وتزوجوا وتزاد عندهم ولد، وكان كيشبه الولد اللي شافه في الرؤية ديالو. وبالرغم من داكشي كامل اللي داز عليه مازال كيمارس الهوايات اللي عزاز عليه وكيطلع للجبال وكيمشي للأماكن الصعبة. أصدقاء، هاد القصة مبنية على أحداث حقيقية اللي وقعت بالفعل، وكنتمنى ما تعاودش توقع لشي شخص في هذا العالم نهائيا. حتى لهنا غادي يكون تسالى الفيلم ديالنا. نشوفكم في ملخص فيلم آخر إن شاء الله. أتهلاو.